السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد شوبير وإبراهيم يوسف والمخرج يسري مرزوق والوحدة العاشرة يحييكم من استاد القاهرة الدولي، ويسعدنا أن نلتقي معكم اليوم للتعليق على اللقاء الهام القمة 80 لقاء السحاب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري العام موسم 97 97 98. التشكيل والأرقام مع الكابتن أحمد شوبير. النادي الأهلي النهارده بيمثله عصام الحضري، سمير كمونة، عمرو الحديدي، محمد يوسف، أحمد رجب، محمد عمارة، أسامة عرابي، هادي خشبة، علي ماهر، حسام حسن، وأحمد فيليكس أبواجي. نادي الزمالك نادر السيد، يحيى نبيل، سيد حنفي، مدحت عبد الهادي، محمد القط، أحمد عبد الله، أكرم عبد المجيد، أسامة نبيه، محمد السيد، طارق مصطفى، ومحمد صبري. طاقم حكام اليوم روبرتو بيتين من ايطاليا، وبيساعده نيركو بريتسيوسي وسابي سالفاتوري. احتياطي النادي الاهلي مصطفى كمال، مشير حنفي، وليد صلاح الدين، رضا عبد العال، احمد عبد المنعم، مجدي طلبه، ومحمد شرف. نادي الزمالك عمرو عبد السلام، عصام مرعي، محمد كمونه، محمد حسن، محمد رمضان، سامح اسماعيل، ومحمد ابو العلا. ضربه حره مباشره للزمالك، تتلعب على طول طويله انما بالراس ما تلاقيش حد، تبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. المباراه داخله في الدقيقه الخامسه او الدقيقه الرابعه، والنتيجه ما تزال التعادل بدون اهداف. والدقيقه الاولى كانت فرصه اكيده لنادي الزمالك، جري اسامه نبيه من ناحيه اليمين وحط واحده عرضيه حلوه قوي على حدود منطقه الجزاء، طارق مصطفى يشوط تخبط في سمير كمونه وتتحول ضربه ركنيه لنادي الزمالك. لو انت قاعد في مقصوره استاد القاهره هيبقى على يمينك نادي الزمالك بلبسه الابيض، وعلى شمالك النادي الاهلي. عمرو الحديدي بيضغط عليه احمد عبد الله، يكسب عمرو الحديدي رمي التماس. طبعا المباراه مهمه جدا وحساسه للفرقتين. النادي الاهلي هو متصدر الدوري العام برصيد 22 نقطه، الزمالك في المركز الرابع برصيد 18 نقطه. واحده لطارق مصطفى، اكرم عبد المجيد، محمد صبري، يقطع على طول هادي خشبه، ما يسيبوش القط، ومره ثانيه ما بين علي ماهر، ياخد في الاخر احمد رجب، وعايز يبدا هجمه حمراء للنادي الاهلي. حسام حسن ضاغط عليه مدحت عبد الهادي، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. الحقيقه كنت بدردش انا والكابتن ابراهيم قبل المباراه، وعملنا استفتاء ما بين كده عينات من الجمهور، ما فيش حد عايز يدلي بنتيجه قاطعه. جمهور الاهلي كله بيقول الاهلي هيكسب، جمهور الزمالك صحيح خاف شويه، انها بيقول احنا في انتظار المفاجاه بشباب نادي الزمالك. الميه تكدب الغطاس، والملعب واحداثه هنشوف هيحصل ايه. سمير كمونه والضربه الحره المباشره، واتعملت من بعيد قوي انما فوق العارضه تبقى ضربه مرمى لنادر السيد. هنشوف النهارده مباريات جانبيه كتير قوي. عندنا نادر السيد وعصام الحضري، الاثنين بيتنافسوا على شرف حراسه مرمى منتخب مصر. طويله اكرم ويوسف، توصل ما بين سيد حنفي وفيليكس، وحماس هنا وحماس هنا. محمد صبري صاحب اللمسه الجميله في صفوف نادي الزمالك. طويله من القط، يقطع على طول احمد رجب اللي بيلعب النهارده لاول مره لقاءات قمه بين الاهلي والزمالك وهو مرتديا الفانيلا الحمراء. نفس الشيء بالنسبه لاكرم عبد المجيد ومحمد القط ومحمد السيد في نادي الزمالك. علي ماهر مش سايب القط، علي والقط، وبيحسم الموقف على طول روبرتو، وبيدي ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. 159 هدف لحد دلوقتي، والكل في انتظار وشوق ولهفه للهدف 160. هادي خشبه وعرضيه، وطالع نادر السيد ومن اعلى نقطه، ومديله على طول فاول الحكم الايطالي. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك. طبعا هتبان ملامح الخطه بالنسبه للفرقتين، يعني بعد 20 دقيقه كده نقدر نقول لكم كرول بيلعب ازاي او احمد ماهر بيلعب ازاي. انا شايف يا كابتن احمد ان النادي الاهلي بيلعب بالطريقه التقليديه بتاعته 3-5-2، ونادي الزمالك ما غيرش برضه اسلوب لعبه، بيلعب بطريقه 4-4-2 او 4-3-3 في ساعه الهجوم. مظبوط. انما برضه يمكن من احداث اللقاء نشوف ممكن ايه اللي يحصل، بتبقى على حسب سير المباراه وعلى حسب النتيجه، ممكن كل مدرب يعدل في خطته. محمد القط، احمد عبد الله،
اكرم عبد المجيد وبيفكر يشوط، اتاخر شويه اكرم، ضغط عليه على طول سمير كمونه، تترد تاني ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. يعني طبعا الفرقتين ثابتين من اول السنه. النادي الاهلي بقى له 3 سنين بيلعب كان بطريقه هولمان المدرب الالماني اللي استقال مع بدايه مباراه الاهلي والاتحاد 3-5-2. كرول من ساعه ما جه بيلعب ب 4-4-2 وساعات بتتغير ل 4-3-3. محمد عماره، اسامه عرابي، انما على طول بيضغط اسامه نبيه اللي واخد ناحيه اليمين وتطول منه وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. فيليكس يقطع مره ثانيه سيد حنفي، محمد صبري، شايف صبري النهارده لابس فانيله اسماعيل يوسف رقم 12 كابتن نادي الزمالك المعتزل الحقيقه بعد ما ادى مشوار كبير جدا مع الكوره ومع نادي الزمالك ومع المنتخب القومي، بنتمنى له التوفيق ان شاء الله. اسماعيل من الجنود المخلصين. عمرو الحديدي طويله، فيليكس في وسط 3 مش سايبه يحيى نبيل انما يكسب فيليكس، ومره ثانيه يضغط مدحت عبد الهادي، يحسم في النهايه يحيى نبيل، مشتركه ما بين عبد الله ورجب، توصل لحسام حسن. علي ماهر عرضيه ما تلاقيش الا اسامه نبيه اللي واضح انه بيرجع بيساعد في الناحيه الدفاعيه وبعدين ياخد ناحيه اليمين ساعه هجوم نادي الزمالك. محمد صبري، محمد القط، اكرم عبد المجيد، محمد السيد، سيد حنفي، وثقه كده في تنقلات نادي الزمالك. مره ثانيه وبيحاول يشوط من بعيد محمد السيد انما ترجع لسيد حنفي ويلعبها طويله وضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل طارق مصطفى. يبقى على طول يا كابتن ابراهيم طارق مصطفى بيزيد تحت الاثنين راسين الحربه في هجمات نادي الزمالك زي الكره اللي فاتت دي، لانه لو مش موجود في موقف تسلل ممكن يبقى انفراد تام هو وعصام الحضري. والنادي الاهلي برضه بيلعب زون ديفنس لما بيفقد الكره من نص ملعب وبيعتمد على انطلاقات احمد فيليكس، ويمكن الصوره اللي فاتت عبرت عن انه واحد وسط 3. الكره دلوقتي مع طارق مصطفى يلعبها تلاقي على طول عمرو الحديدي، توصل مره ثانيه هادي خشبه، اسامه عرابي، وادي واحده من انطلاقات اسامه. وعلى فكره اسامه يمكن اكبر اللاعبين سنا واكثر اللعيبه خبره لمحمد عماره، احد مكاسب النادي الاهلي النهارده. اسامه عرابي واحده بالعرض، يطلع نادر السيد على طول ويلعبها لاحمد عبد الله اللي نازل يساعد مع دفاعه. واحده طويله تلاقي طارق مصطفى لاعب الوسط المتقدم في نادي الزمالك يلعبها ناحيه اليمين ومفيش حد، تلاقي محمد عماره كوره سهله يرجع على طول نادي الزمالك لنص ملعبه. الفرقتين الحقيقه تقريبا بيلعبوا بخطه لعب، هناك فرق ما بين خطه اللعب والطريقه. الطريقه طبعا هي الرقميه والخطه هي تنفيذ اللعيبه لواجبات هذه الطريقه. والنادي الاهلي بيهدي كوره توصل لسمير كمونه ليبرو النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، ترجع مره ثانيه وانتم مع عصام عرابي. ونادي الزمالك زي ما حضراتكم شايفين بيلعب من نص ملعبه، وادي واحده محمد صبري، محمد صبري بيعدي وماشي بعرض الملعب. 60,000 متفرج تقريبا او 55-60,000 طبعا جماهير الكره المصريه والاهلي والزمالك بيشجعوا وعايزين مباراه كبيره بين الفريقين. وادي واحده وعلي ماهر وانطلاقات علي ماهر احد الوافدين للنادي الاهلي الموسم ده، لحسام حسن، لأسامة عرابي. 25 ماتش اهلي وزمالك بسم الله ما شاء الله اسامه. وادي واحده كمان لمحمد عماره والاوفر وحسام حسن وبيشترك مع علي ماهر، لكن الاثنين يخشوا في الكوره تبقى النتيجه نادي الزمالك ياخد ضربه مرمى. وانا شايف واقع في الارض مدحت عبد الهادي، ان شاء الله يقوم بالسلامه فعلا غصب عنه. ده سيد حنفي، سيد حنفي قام بالسلامه سيد، ونادر السيد هياخد ضربه المرمى. حضراتكم شايفين ان الفريقين مفيش شك ان هم برضو مش قادر اقول خوف ولكن بقول حذر، وده طبعا شأن مباريات الاهلي والزمالك ان بيحاولوا ان هم يكتشفوا نقاط القوه والضعف
وكل مدرب بيحاول ان هو يستغل نقاط القوه ويستغل ايضا نقاط الضعف في الخصم. وادي هجمه لنادي الزمالك ومحمد صبري. محمد صبري يلعبها احمد عبد الله. احمد يلعبها لطارق ومش اوف سايد ومش اوف سايد ويخبط على طول ويضغط عليه عمرو الحديدي ويعمل فاول طارق مصطفى مع عمرو الحديدي ورايح له على طول الحكم الدولي الايطالي روبرتو بيحذره وبيقول له يا طارق مفيش اعتراض، بديك حقك وبدي الفريق الثاني حقه. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي وعصام الحضري. وادي طارق مصطفى بيشاور لزمايله عشان يضغطوا. طبعا نادي الزمالك بيلعب بنفس الاسلوب وبنفس الخطه، زون ديفنس من تلتين ملعب تقريبا، وبيبتدي يجمع الخطوط. وادي واحده طويله وسمير كمونه وفيليكس وسيد حنفي، ياخدها سيد توصل على طول لاسامه عرابي عميد الفريق الاهلاوي، يخطفها منه ويضغط عليه مره ثانيه وياخدها اسامه نبيه. اسامه نبيه على طول لمحمد صبري، بينكش كده محمد لكن يضغط على طول عمرو الحديدي. توصل الكوره لمحمد السيد اللي انا شايف كده يا كابتن احمد ان ليه واجبات خاصه، لاني متعودين دايما على محمد السيد ان هو وادي كوره ومفيش حاجه، لكن الحكم بيدي فاول وانذار. اول انذار في الدقيقه 14 من بدايه المباراه والشوط الاول لسمير كمونه. الانذار الاول من نصيب سمير كمونه. محمد صبري واخد الكوره وبيعدي وبيعرقله سمير كمونه من الخلف. روبرتو الحكم الايطالي 44 سنه و10 سنين دولي بيحسب على طول ضربه حره مباشره لنادي الزمالك. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك، وشايف محمد صبري ومحمد السيد واحمد عبد الله وعصام الحضري بيظبط الحيطه بتاعته، واسامه نبيه داخل وسط حته النادي الاهلي، لان لازم يكون كده عشان يعمل خلخله ويحجب الرؤيه عن حارس المرمى. هل محمد السيد ولا صبري ولا احمد عبد الله؟ المحمدين ولا احمد عبد الله؟ ضربه حره مباشره من مكان كويس ومكان خطر. دخل احمد عبد الله وعمل واحده سهله في ايد عصام الحضري. يبقى اول تهديد على مرمى النادي الاهلي في الدقيقه 15 من الشوط الاول من الضربه الحره المباشره اللي اتحسبت لمحمد صبري، شاطها احمد عبد الله في ايد عصام الحضري. محمد يوسف، عمرو الحديدي، سمير كمونه بيطول واحده على طول، وشكل النادي الاهلي بيعتمد اكتر على الكور الطويله على اساس ان عنده فيليكس وحسام حسن مميزين في ضربات الراس. ممكن عايز يستغل ان يمكن يحيى نبيل شويه مش مميز في ضربات الراس، انها في مدحت عبد الهادي. واحده من محمد يوسف يشوط مش سايبه محمد السيد. محمد عماره، اسامه عرابي، زي ما حضراتكم شايفين كل لعيبه الزمالك في نص ملعبهم. طويله حسام وسيد، خبره حسام ولا شباب سيد، اتعملت على طول وعرضيه انما توصل في النهايه ما بين احمد رجب واحمد عبد الله. وادي الرايه من المساعد الاول بيديها على طول لروبرتو انيركو بريتسيوسي، ادى رايه ودخل جوه الملعب وشاور للحكم عشان يدي ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. انما لسه استغلال الكرات الثابته مش موجود، والكره الجميله لسه مش موجوده، وده طبيعي جدا في لقاءات القمه بين الاهلي والزمالك. طبعا الناس كلها في كل حته بتحكي وبتعيش الماتش ده قبليه باسبوع واسبوعين، فما بالك باللعيب في الملعب. عماره جه هنا عشان يلعبها جوه المنطقه، مميز في الضربات الثابته، حكم مصمم على 10 ياردات، واتعملت عرضيه وحلوه جوه المنطقه. انما المره دي نازل احمد عبد الله وتخبط في حسام حسن وتبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك. لسه ما سخناش مع احداث اللقاء. محمد القط نجم بورسعيد نادي المصري السابق والزمالك الحالي، ودي رايه ثانيه من المساعد الثاني سالفاتوري، اسم طلياني ملوش حل. سالفاتوري ولا ايه يا كابتن ابراهيم؟ اسمه سابيا سالفاتوري. سمير كمون، حديدي كمونه، هادي خشبه في اليمين ما بين رجب ومدحت عبد الهادي، ومدحت كده بمبدأ السلامة يحط تبقى رمي التماس للنادي الأهلي. أحمد رجب طبعا
فرصه كبيره النهارده. ابراهيم حسن غايب للايقاف، وسيد عبد الحفيظ للاصابه، وهشام حنفي للاصابه، وياسر ريان للاصابه. ما بتحصلش ابدا يعني يا احمد 4 مره واحده يتصابوا في نفس المكان، انما بالتاكيد لعيب كويس ولا يا كابتن ابراهيم؟ لا، والزمالك برضو في قائمه مصابين كتير برضو، يعني في معتمد جمال برضو اصابه، وايضا مؤمن سليمان عبد الحميد بسيوني وعبد الحميد بسيوني. يعني هي الاصابات كتيره، يمكن اول مره في لقاءات النادي يبقى الاصابات كتيره. توصل الكرة ما بين أسامة نبيه وسمير كمونة، إنما على طول يغطي محمد يوسف، ومرة تانية كمونة ونبيه. توصل سهلة لسمير كمونة، لمسة الواحدة هادي خشبة. كمونة مرة تانية أحلى لحسام حسن. هيبدأ هجمة حسام، نازل في نص ملعبه ويستلم أحمد رجب. عمرو الحديدي عالية شوية، القط وحسام حسن. ادي الحماس اللي بقول لحضراتكم عليه ما بين الحديدي واحمد عبد الله، وتاني الحديدي ومحمد السيد. وفي النهايه ضربه حره مباشره انا شايف كارت احمر لاثنين، مدحت عبد الهادي واحمد رجب. ما بيتفهمش الحكم الايطالي، طلع كارت احمر لمدحت عبد الهادي واحمد رجب. شاف ان هنشوفها كده مره ثانيه. ادي الكوره زي ما بقول لحضراتكم في حماس، احمد عبد الله وعمرو الحديد، لعب مشروع على الكوره. تاني اتردت مره ثانيه احمد رجب ومدحت عبد الهادي. وادي مره ثالثه علي ماهر والحديدي ومحمد السيد. على طول اهو بيشاور بايده اشاره واضحه، روبرتو بيتن بيقول الاثنين بره. هل مدحت واحمد رجب؟ هنشوف القرار ايه. ما بيتفهموش يا جماعه، لازم نتعلم بقى الاحتراف الصح. ما بتفرقش معاه. بنشوف الكوره، كابتن ابراهيم برضه ممكن يقول لنا حصل فيها ايه. هو طبعا لازم اللعيب المصري يعرف ان في فرق ما بين اهو من زاويه ثانيه وكره مشتركه بين الاثنين، والضرب بقى من ورا ظهر الحكم ده على طول كارت احمر. ما فيش تفاهم زي ما انت بتقول يا كابتن احمد، ما فيش كلام. يبقى الفرقتين هيلعبوا 10. يخسر نادي الزمالك جهود مدحت عبد الهادي، ويخسر نادي الاهلي جهود احمد رجب. مصمم طبعا الحكم، القرار واحد ونهائي. ادي مدحت طلع، واحمد رجب كمان ظهر حسدناه، قلنا 4 لاعيبه اتصابوا مره واحده، وبقى اصابات وايقاف. يا ترى بقى يا كابتن احمد مستر كرول واحمد ماهر هيتصرفوا ازاي في الملعب، نظرا لان الاثنين بيلعبوا في خط الدفاع او في خط الظهر. هنشوف دلوقتي. طبعا انا متصور ان لازم كل فريق يأمن خط الدفاع بتاعه، وهنشوف دلوقتي مع حضراتكم مدحت عبد الهادي واحمد رجب في الدقيقة 19 كارت احمر من الحكم الايطالي الدولي. ودولي من كام يا كابتن احمد؟ من 10 سنين. بيطلع الكارت الاحمر اهو مظبوط، واضحه تمام، احتكاك من ورا ظهر الحكم ومفيش كوره، يبقى على طول لازم كارت احمر. واعتقد ان هو عايز يسيطر برضه على المباراه، لانه سامع ان الاهلي والزمالك طبعا ما بينهم وبين بعض يمكن ده اللقاء رقم 41 في لقاءات الناديين معا في الدور الاول. ولما الكوره تتوقف تاني هنقول لحضراتكم برضه نتائج اللقاء او اللقاءات ال41 او ال40 السابقين. وادي ضربه حره مباشره لنادي الزمالك، تتلعب على طول توصل لاحمد عبد الله. احمد عبد الله يطلعها عمرو الحديدي، توصل مره ثانيه لمحمد السيد، يضغط عليه حسام حسن، لكن توصل لهادي وفي فاول وتتلعب على طول حسام حسن. وادي الهجمه المرتده للنادي الاهلي. محمد عماره احد مفاتيح لعب النادي الاهلي من ناحيه الشمال لاسامه عرابي كابتن فريق النادي الاهلي واكبر اللعيبه اداء وسنا في المباراه، ولعب حوالي 25 لقاء اهلي وزمالك. طبعا دي خبره كبيره جدا يا كابتن احمد. رمي التماس للنادي الاهلي عند رايه الكورنر، تتلعب على طول محمد عماره وبيتزحلق سيد حنفي، تخبط الكوره محمد السيد، تخبط الكوره في محمد عماره وتطلع بره الملعب. أو داخلين اعزائي المشاهدين في الدقيقه 22 من زمن الشوط الاول، ولا زال التعادل السلبي قائم بين الفريقين الاهلي والزمالك. خد بالك الكره المصريه، وادي واحده كمان اسامه عرابي لاحمد فيليكس يشوط شوطه انا بقول انها تهديد ليست ترهيب. كوره كده جامده ومفاجاه لكن فوق العرض، ضربه مرمى. والفريقين بيلعبوا 10 دلوقتي. اعتقد يا كابتن احمد المهمه هتبقى صعبه جدا على اللعيبه والجهد، لكن اعتقد هنشوف كوره كويسه عشان المساحات هتبقى خاليه يا رب.
تتلعب على طول وتوصل لاحمد فيليكس. احمد فيليكس يخش سيد حنفي، يضغط عليه حسام حسن ويخلي سيد يطلع الكوره بره الملعب اوت. انا شايف مستر كرول بيوجه اللعيبه، نزل فعلا محمد السيد بيلعب زي ما هو برضه في نص الملعب، وسيد حنفي واسامه نبيه قفل شويه كده ناحيه اليمين، والنادي الاهلي من رجل لرجل. سمير كمونه، محمد يوسف اللي واخد الناحيه الشمال هو ومحمد عماره واسامه عرابي. ادي اسامه عرابي وادي محمد عماره، وراجع معاه اسامه نبيه بفاول كده وشاده، فاول تكتيكي زي ما احنا بنقول، ما بيهزرش الحكم، ما فيش كلام، جنب الكوره وفت. ويمكن هو اخر سنه دولي لكن انا حاسس ان هو فت كده. وطبعا الكره الايطاليه معروفه مشهوره. وادي احتياطي او بدلاء النادي الاهلي قدام حضراتكم، بدلاء النادي الاهلي. اقول لحضراتكم بعد اللعبه دي على طول محمد عماره. الحقيقه محمد عماره بيجيد الرفعات من الجانب الايسر، وادي واحده عاليه وطالع نادر وبيمسك وسهله ومفيش اشتراك مع نادر، يمسكها نادر السيد سهله. اقول لحضراتكم بدلاء النادي الاهلي مصطفى كمال، مشير حنفي، وليد صلاح، رضا عبد العال، احمد عبد المنعم، مجدي طلبه، ومحمد شرف. ونادي الزمالك ماسك الكوره، احمد عبد الله بيهاجم احمد، طارق يضغط على طارق وتوصل لهادي خشبه ياخدها منه سمير كمونه، وسمير طالع بيكمل مع فراودته، وفي مساحات خاليه جدا في الملعب هنقدر ان احنا نشوف اللعيبه تستغلها ولا لا. تتلعب من اليمين للشمال حلوه لمحمد عماره بيحاول يعدي لكن يضغط عليه على طول اسامه نبيه اللي نزل كده ناحيه اليمين وقفل ناحيه اليمين شويه، ودخل سيد حنفي عشان يعمل هو ويحيى نبيل حته السرد باكين او زهراء الوسط. وادي واحده لطارق مصطفى يلعبها حلوه لأسامة، أسامة جامدة لكن بجوار القائم الأيسر لمرمى عصام الحضري. ضربة مرمى للنادي الأهلي، وأنا شايف اللعبة هيتفتح كده بين الفريقين وفي مساحات كبيرة خالية. وبفكر حضراتكم إن في الدقيقة 19 من الشوط الأول الحكم الإيطالي ريبورتو طلع الكارت الأحمر لمدحت عبد الهادي من نادي الزمالك وأحمد رجب من النادي الأهلي، والفريقين بيلعبوا 10 أفراد. ادي كوره محمد عماره راجع بيلعبها سهله لاسامه عرابي. حقيقه محمد عماره واسامه قافلين الناحيه الشمال دول وبرده قايمين بواجبهم الهجومي، وايضا ناحيه اليمين في اسامه نبيه ومعاه محمد السيد برده قافلين لعب الجبهه اليسرى للنادي الاهلي لغايه دلوقتي. شغل اكتر ناحيه اليمين من نادي الزمالك وناحيه الشمال من النادي الاهلي، عشان كده قلنا اسم عماره كتير وقلنا اسم اسامه كتير وبرده قلنا اسم محمد السيد مع اسامه نبيه كتير. مفيش شك. وادي بتتلعب على طول لمحمد عماره ياخدها زي ما بقول لحضراتكم اهو محمد السيد. محمد السيد الوافد الجديد لنادي الزمالك من نادي جمهوريه شبين. تتلعب على طول وتوصل مره ثانيه لاسامه عرابي. محمد عماره من رجل لرجل، وادي محمد يوسف طالع وبيكمل وبيلعبها لهادي خشبه تتقطع في السكه. احمد عبد الله، احمد عبد الله يردها سمير كمونه وتطلع الكوره بره الملعب. انا شايف انها هتطلع رميه تماس لنادي الزمالك. بقول لحضراتكم ان اللقاء ده هو اللقاء رقم 41. ال 40 ماتش اللي فاتوا في الدور الاول الاهلي فاز في 14 لقاء والزمالك فاز في 5 لقاءات وتعادل الفريقان في 21 لقاء. يا ترى يا كابتن احمد اللقاء 41 هيحمل التعادل ام فوز كل فريق على الاخر؟ والله هنشوف يا كابتن ابراهيم. وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. محمد القط، احمد عبد الله بيضغط عليه حسام حسن وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك. انما المباراه هاديه، لسه ما شفناش خطوره على المرميين واحنا داخلين على الدقيقه 27 من احداث الشوط الاول. ما تزال العصبيه مسيطره على اداء الفرقتين، في خوف وفي حذر. المفروض بينتهي بعد 10 الى 15 دقيقه، انما واضح قوي ان في خوف من الفرقتين، قافلين قوي. يعني نادي الزمالك قافل على حسام وفيليكس، كانت هتبقى عنده مشكله بعد خروج او طرد مدحت عبد الهادي. على طول كرول بيدخل سيد حنفي عشان يمسك فيليكس او حسام حسن. نفس الشيء ناحيه الشمال، علي ماهر ناحيه شمال نادي الزمالك. علي ماهر بدا يتاخر شويه فبيقلل الناحيه الهجوميه لنادي الزمالك، لان علي المفروض بيزيد تحت فيليكس وتحت حسام حسن، فبيزود الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. بطرد احمد رجب اتاخر علي، وبطرد مدحت عبد الهادي دخل سيد حنفي جوه، فبتقل شويه الناحيه الهجوميه للفرقتين. محمد عماره اكتر لعيب قلنا اسمه في الملعب تقريبا، انما مش سايبه اسامه نبيه. وعلى طول صفاره ضربه حره مباشره للنادي الاهلي.
أسامة عرابي، محمد يوسف، سمير كمونة، عمرو الحديدي. غير الملعب هناك خالص عند أسامة عرابي، استلام حلو من أسامة، وعلى طول اللمسة الواحدة لفيليكس. محمد عمارة عايز يجرب حظه كده بواحدة جوه، حطها أحلى الهادي وعنده فرصة يشوط، إنما على طول يحيى نبيل. مرة تانية لعلي ماهر، علي ماهر وطويلة، إنما آدي محمد السيد اللي بيضم جوه شوية وباصة غلط مقطوعة في السكة، ياخدها محمد صبري ويفوت، واعتراض من محمد يوسف. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك، وعلى طول الحكم جنب محمد صبري بيقول له عايز ايه؟ اديتك فاول وما فيهاش حاجة، خدت الفاول ما تعترضش. هو محمد صبري عايز الحكم يدي انذار للاعب النادي الاهلي. طبعا الحكم حكم واللاعب لاعب، ولازم كل واحد يعرف ده. توصل الكورة مرة تانية لمحمد القط ويفوت، حطها لأسامة نبيه. أسامة نبيه وعرضية تقلش وتبقى ضربة مرمى للنادي الأهلي. واقع يمكن محمد صبري أو القط، هنشوف مين اللي واقع. الفرقتين اتقابلوا في الأربعينات 3 مرات، الأهلي فاز مرة 1-0 والزمالك فاز مرة برضه 1-0، وتعادلوا 2-2 في اللقاء الثالث. بالنسبه بقى للخمسينات يا كابتن شوبير، كان في سيطره اهلاويه. اتقابلوا الفريق 18 مره، الاهلي فاز 8 مرات والزمالك فاز مره واحده، وتعادل الفريقين 9 مرات. في الستينات بقى رجع الزمالك تاني، كسب 5 مرات والاهلي فاز 3 مرات واتعادلوا 4 مرات. ان شاء الله يقوم بالسلامه. اعتقد صبري كان النهارده كده الجرايد قالت ان عنده مشكله في رجله، وكان مكتوب انه يمكن يحط رجله في الجبس بعد المباراة. انا شخصيا مش مؤمن ان لعيب يلعب وهو مصاب، مهما كانت درجة الاصابة اللعيب افضل انه يلعب وهو سليم 100%. ان شاء الله يقوم صبري بالسلامة، لان صبري الفترة الاخيرة الحقيقة مستواه رجع لفورمته العالية، واحد اسباب فوز الزمالك بالبطولة الافرو اسيوية. ولو ما طلعش هيديله انذار، لو ما طلعش، ان القانون واضح وصريح يا صبري، عايزين ناخد حتة الخبرة شوية. هو طبعا يا كابتن احمد مفيش شك ان اللعيب دايما بيحب ان هو يلعب، يعني ما بيحبش يبعد عن المستطيل الاخضر، فطبعا بيبقى خبرته، طبعا انت خبرتك كبيره فخبرته هو بتبقى قليله شويه، ومفيش شك ان اللعيب السليم افضل من اللعيب المصاب. توصل الكوره لسمير كمونه، هادي خشبه، واحده لفيليكس واحلى لهادي خشبه. ولما اللعب بيبقى لمسه او لمسه ولعبه بيبقى احلى بكتير قوي. اسامه عرب، محمد عماره هيلعب جوه المنطقه ولعبها عرضيه، انما على طول يحيى نبيل توصل ما بين عبد الله ويوسف. طارق اكرم عبد المجيد، وفات اكرم انما اتاخر شويه. بقول اللمسه واللعبه بتبقى اسرع شويه. محمد عماره قطع كمونه لعماره. اسامه عرابي حطها حلوه لحسام حسن، ودي لمسه ولعبه. اسامه عرابي عايز يفوت، انما بذكاء كده بيعترضه يحيى نبيل، وبتبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك. داخلين على الدقيقه 32 وما تزال النتيجه التعادل بدون اهداف بين الاهلي والزمالك في اللقاء الهادي جدا. الحقيقه لحد دلوقتي هو لقاء قمه بحكم التاريخ، لقاء قمه بحكم البطولات، ولكن لحد دلوقتي لسه ما شفناش الكره الممتعه الجميله من فرقتين بيضموا معظم لاعبي المنتخب القومي. هو طبعا ماتشات الدور الاول دايما يا كابتن احمد بتبقى هاديه شويه وتختلف تماما عن مباريات الدور الثاني، ويمكن احنا شايفين اللقاء هادي فعلا زي ما انت بتقول. وادي رمي التماس للنادي الاهلي، محمد عماره على طول اسامه نبيه ومحمد عماره، تخبط في عماره وتوصل مشتركه حسام حسن، هادي خشبه على طول تتلعب وتوصل لسمير كمونه ويتضغط عليه، لكن تعدي من فوق رجل طارق مصطفى وتطلع كوره بره الملعب اوت. رميه تماس لنادي الزمالك. محمد القط ماسك الكوره قدام حضراتكم وهيرمي، والمباراه هاديه فعلا. كل فريق طبعا بيحاول ان هو يستهلك الوقت بقدر الامكان لمصلحته، مفيش كلام. وادي رمي التماس مره ثانيه لنادي الزمالك، واهو صوره خير دليل على كلامنا انا والكابتن احمد شوبير. طبعا هيختلف تماما الوضع لو
اي فريق احرز هدف اكيد في مرمى الاخر هتلاقي بقى المشي ده بقى جري واللمسه ولعبه، ودي فعلا بتتلعب. طارق مصطفى يضغط على طارق وياخد فاول. حكم بيحسب كل حاجه وجنب الكوره وقراراته واضحه، والاشاره على طول طالعه مع الصفاره. اللعيب طبعا بيسمع الصفاره وبيبص للاشاره على طول، بيلاقي ان الحكم مسيطر فعلا حتى الان على الموقف. ومحمد صبري هيلعب الضربه حره مباشره لنادي الزمالك في نص ملعب النادي الاهلي ناحيه الشمال، وبالقدم اليسرى المميز بيها وعاليه، وطالع عصام الحضري ومن اعلى نقطه وبيمسكها وعايز يعمل الهجمه المرتده، لكن يعطله في السكه كده اسامه نبيه. يعمل طبعا فاول تكتيكي، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. سمير كمونه، محمد يوسف، عمرو الحديدي. هنشوف المشهد ده يتكرر كتير جدا. النادي الاهلي بيلعب باصات ما بين خط ظهره لغايه ما بيفضى مساحه، وبيتقدم واحد من افراد خط الظهر لنص الملعب عشان يبدا الهجمه. تخطفه على طول، وادي نادي الزمالك بيضغط على محمد صبري. هادي خشبه بيرجعها طارق مصطفى توصل لمحمد السيد، هيلعبها محمد ناحيه اليمين، لا غير رايه ورجعها لورا ليحيى نبيل. يحيى نبيل على فكره هو المفروض كابتن فريق نادي الزمالك، لكن ساب الادميه لنادر السيد بحكم ان نادر طبعا بيلعب حارس مرمى وفي نفس الوقت اكثر خبره في المباريات، ودي روح لابد ان احنا نحيي يحيى نبيل عليها، لان اللاعب ما بيبصش للشاره قد ما بيبص لان هو يوجد. وادي وغلطه من عمرو الحديدي، وهيعمل انفراد اكرم عبد المجيد، لكن في بطء وفي سرعه من سمير كمونه. سمير كمونه رجع كوره لكن يلحقها، برافو عصام الحضري، ويطلع الكوره بره الملعب اوت قبل ما تتجاوز خط التماس وتبقى ضربه ركنيه. دي الاخطاء اللي ممكن تكلف اهداف على فكره. انا ما بحبش الحقيقه يا كابتن احمد اللاعب اللي يرجع كوره لورا فعلا، يعني بتبقى فيها ريسك فعلا. وادي فعلا الكوره مره ثانيه تطلع رميه تماس للنادي الاهلي. بيشاور على طول سلفادوري الحكم المساعد الثاني، محمد عماره، اسامه عرابي لورا، سمير كمونه، عمرو الحديدي اللي حط سمير كمونه من شويه كده في اختبار نجح فيه سمير، علي ماهر، هادي خشبه، حسام حسن وسيد حنفي. ثنائيات مستمره. هادي خشبه، شايف حضرتك يا كابتن احمد الكوره بتتنقل من رجل لرجل، هي شكلها حلو لكن في بطء، مفيش اختراق من العمق. وادي عماره بالعرض الفيليكس عايز يصلحها لكن يلعبها بايده. محمد السيد عايز يلعب الكره على طول، يرجعه الحكم ريبورتو الايطالي من مكانها. بس بص الحكم جنب الكوره ازاي، فالصفاره ما تقدرش تعترض. انا عجباني قراراته قوي كمان ولياقته البدنيه، مفيش شك ان هو فعلا دولي، وفين في احسن دوري في العالم واقوى دوري في العالم الدوري الايطالي. مجدي طلبه ووليد صلاح مع عماد اليماني. وليد بيقول للمجدي لازم يكون واحد تحت فيليكس عشان لما يصلحها حد ياخدها. طب لو انا موجود في الملعب دلوقتي ممكن يحصل ايه؟ مجدي يقول له لما انزل هرفعها لك. ما هو لازم كل لعيب قاعد بره بيتمنى انه يلعب. مفيش كلام. محمد عماره، محمد ماشي بيعمل فنت كده او بيموه، بيلعبها على طول فيليكس لهادي خشبه، وادي انفراد ومش اوفسايد حسام حسن بيضيع جون اكيد حضراتكم شايفين اهو. ادي بدلاء النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري، وحسام مش مصدق بيقول اعمل ايه؟ لا يا حسام ده انفراد 100 تعمل ايه؟ طبعا حسام يعني كان نفسه انها تبقى جون، ونادر برضه بيدعي مفيش شك انها خرجت بجوار القائم انما الايسر. انما هادي خشبه عاملها له حلوه قوي يعني مفيش كلام. هادي بيعملها له وتعدي من يحيى نبيل، وحسام بيلعبها بوش رجله. هو الحقيقه برضه ما نلومش حسام، فيها فكره يا كابتن، شوفها مره ثانيه فيها فكره مفيش شك. حسام حاطط وش رجله ايد داخلي عشان تعمل واو زي ما بيقول، انما خروج نادر برضه قفل عليه الزاويه مفيش شك. حسام حسن بيعدي لكن صبري بيرجع ويرجع ليحيى نبيل لصبري. صبري بيعدي من حسام
ترقيصه كويسه كده ويلعبها ومش اوف سايد وهتعمل انفراد، واكرم عبد المجيد هو الجون هو الجون هو الجون هو يا ده نفس اللعبه. مش ممكن يا جماعه. عصام الحضري رايح للمساعد الحكم مش اوف سايد يا عصام، احنا شايفين من هنا الحقيقه. كابتن احمد يوافقني، الكره مش اوف سايد واهي مش باينه اهي. مغطي عمرو الحديدي مغطي، واكرم عبد المجيد رايح، وفي حته بطء برضه اكرم. ده اللي انا عايزه، مفيش شك ان برضه اشتراك سمير كمونه معاه خلاه طلع الكوره بره الملعب. شوف اهو اللمه ما زقهاش، وفي فرق سرعه، وسمير فعلا شوف اسرع سمير وابتدى دخل عليه ويلعبها بوش رجله الخارجي. برضه ده حسام حسن بجوار القائم الايسر، واكرم عبد المجيد بجوار القائم الايمن. انا متصور يا كابتن احمد المباراه حتى الان متعادله ومتكافئه طبعا. ويعني بس اهو بدأنا من الدقيقة 35 بدأنا نقول هجمة للأهلي وهجمة للزمالك، هدف ضايع من حسام حسن وهدف ضايع من أكرم عبد المجيد. نفسنا نشوف كرة حلوة وسلوك كويس. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك، محمد صبري اتلعبت على طول جوه المنطقة، انما سمير كمونة، أسامة عرابي، محمد عمارة، طويلة لحسام حسن اللي بقى يستلم طبعا براحته بعد طرد مدحت عبد الهادي. فيليكس، أسامة عرابي، هادي خشبة جه ناحية اليمين شوية، فضيت برضه بعد طرد أحمد رجب. هادي خشبة مرة تانية لأسامة عرابي، سمير كمونة، وادي نادي الزمالك كله في نص ملعبه بيلعب دفاع منطقة. محمد يوسف اطول من اللازم، توصل لأسامة عرابي بخبرة كده يحطها اللمسة الواحدة ليوسف. محمد عمارة مرة تانية ليوسف، ولازم تتلف واحدة جوه المنطقة، وعملها عرضية. علي ماهر حطها براسه سهلة في ايد نادر السيد. انما كان ممكن يبقى في اختبارين لنادر السيد وعصام الحضري من الدقيقة 35. الانفراد الجميل بالبصة الجميلة اللي عملها هادي خشبة لحسام حسن جت كده بجوار القائم الشمال، والبصة الاجمل اللي عملها محمد صبري لاكرم عبد المجيد اتحطت جنب القائم اليمين. ادي هجمة للاهلي وموقف 3 على 3. اتحطت لأسامة عرابي ورا، اخرت شوية حسام حسن واستلام ومرة تانية، انما يضغط على طول يحيى نبيل عند محمد عمارة وعرضية، انما على طول برافو سادة حنفي. توصل مرة تانية لمحمد عمارة النشيط والمتحرك. عمارة وعرضية مرة تانية، وبرافو يا نادر السيد. اتعملت حلوة قوي بالعرض محمد عمارة، انما توقيت ممتاز من نادر السيد. محمد عمارة عامل ذعر على فكرة بالتأكيد في الجانب الايسر بالتأكيد، او الجانب الايمن لنادي الزمالك، وهو لعيب كويس ومكسب بالمكاسب. بالتأكيد. احمد عبد الله وطويلة ومفيش اوف سايد، ومحمد يوسف ومحمد السيد، ويكسب محمد يوسف لمحمد عمارة. فعلا بقالنا 5-6 دقايق بنشوف كرة حلوة ومحاولات من هنا ومحاولات من هنا. فيليكس واخد مكان كويس في الناحية الشمال. اتفضل أسامة يدي الهادي، هادي عايز يفوت وعايز يشوط مش سايبه ابدا. يحيى نبيل وتخبط وتوصل لصبري العقل المفكر وصنع هجمات نادي الزمالك ده اكرم عبد المجيد. و40 دقيقة وداخلين في الدقيقة 41 والتعادل السلبي 0-0 بين الاهلي والزمالك. هو تعادل يا كابتن احمد في كل حاجه، في الهجمات الضايعه والفرص الضايعه حتى في الطرد. بس سمير كمونه عنده انذار من النادي الاهلي، دي الحاله الوحيده الزياده. بس مش ملاحظ يا كابتن ابراهيم ان احنا ما شفناش ضربات ركنيه لحد دلوقتي؟ لغايه دلوقتي قليله قوي برضه عشان مفاتيح اللعب مقفول عليهم مفيش شك طبعا، وبيقابلوا بعض بره الصندوق زي ما احنا بنقوله بره 18 كتير. وانا بقول ان برضه طرد مدحت وطرد احمد رجب اثر قوي على مفاتيح لعب الفرقتين. مفيش اتلعبت على طول القط لصبري ورا سيد حنفي، دخل خلاص سيد حنفي جوه جنب يحيى نبيل، يعني حط اسامه نبيل ناحيه اليمين وحط يحيى نبيل الليبرو او الظهير القشاش، وقدامه سيد حنفي وحط محمد القط ناحيه الشمال. يعني ده بقى الرباعي بتاع نادي الزمالك بعد ما كان بيلعب 4-4-2 بقى يلعب 4 في الديفنس وممكن 3 في نص الملعب يا كابتن ابراهيم، ويقلل شويه عدد الفرق. سمير كمونه حلوه قوي لفيليكس، فيليكس لأسامة عرابي، واحلى في الشمال لعماره، كان ممكن يرفع على طول. فضل عرضيه فيليكس ونادر يا وكمونه، ونادر السيد بيتألق ويتعملق
وينقذ هدفين في نص دقيقه لنادي الزمالك. انما عماره ايه، بص عماره بيمينه بيرفع بشماله بيرفع، واحده بيمينه حلوه قوي، فيليكس من خرم ابره، نادر بينقذ، سمير كمونه عامل متابعه يشوط وينقذ نادر السيد تاني، لا فورمه عاليه لنادر، واوبر حلو من عماره، وراس احلى من فيليكس، ومتابعه جيده من سمير كمونه، وتالق واجاده وتفوق من نادر السيد. تاني محمد عماره لمحمد يوسف. اظن كرول دلوقتي عمال يفكر الاربع دقايق دول يخلصوا ازاي ويعمل ايه مع الجبهه الشمال، خصوصا محمد عماره في الشوط الثاني. توصل مره ثانيه لعماره، اسامه عرابي، حسام حسن، هادي خشبه، حطها احلى في الشمال لمحمد يوسف، اسامه عرابي، علي ماهر، شفناهوش لحد دلوقتي علي الحقيقه. عمرو الحديدي بدأ النادي الاهلي بيطمع وبيهاجم كله في نص ملعب نادي الزمالك. علي ماهر لأسامة عرابي، وعلي ماهر وداخل وممكن يعمل بالعرض وشاط، ونادر السيد النجم الاول حتى الان في صفوف نادي الزمالك. نادر السيد مسيطر على منطقه الجزاء، الكرات العرضيه واخدها كلها، انقذ هدف مرتين ورا بعض. ادي بنشوف علي ماهر فات، انما ساب احمد عبد الله وشاط، انقذ نادر برضه ايه من خرم ابره. وادي كورنر يا كابتن ابراهيم، ما يقدرش احمد عبد الله يقرب ناحيته، تفكير صح هو ال 18 عشان ما تبقاش ضربه جزاء على طول وانذار او ممكن كورنر. ومحمد عماره وعرضيه وطالع نادر، وبرافو يا نادر، طالع من اعلى حته نادر السيد من فوق راس مين، سمير كمونه، ومديله فاول روبرتو بتين الحكم الدولي الايطالي. انما الكره حلوه يا كابتن ابراهيم، بقالنا 12 دقيقه بنقول في كره حلوه، بنقول في هجمات، السيطره بقت اكتر للنادي الاهلي، الاهداف ضايعه، واعتقد تاثير غياب مدحت عبد الهادي على خط دفاع نادي الزمالك مؤثر جدا، عكس احمد رجب من النادي الاهلي. اتطرف علي ماهر ناحيه اليمين بيأدي الناحيه الدفاعيه، مش مؤثر قوي زي غياب مدحت عبد الهادي، وبرضه بيرحل شويه جنبه هادي خشبه، وابتدى النادي الاهلي يشتغل من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال، ومحمد عماره بيعدي وبيضغط على طول يحيى نبيل وياخد النادي الاهلي رمي التماس، والحكم بيشاور على نادي الزمالك. وابتدى النادي الاهلي في اخر 5-6 دقائق كده يشغل الجبهتين، مره شمال ومره يمين، علي ماهر من ناحيه اليمين ومحمد عماره كالعاده، وحسام حسن بيحاول يعدي وياخد ضربه ركنيه. ضربه ركنيه. لسه احمد شوبير بيقول لي مش شايفين ضربات ركنيه كتير، حسام حسن زي ما يكون سمعه وقال له يا كابتن شوبير ادي ضربه ركنيه للنادي الاهلي. ضربه ركنيه من ناحيه الشمال، وهيعملها اسامه عرابي، سابها محمد عماره اللي هيعملها، محمد عماره، وجنبه اسامه نبيه يعملها محمد عماره، يطلعها على طول محمد سيد، وتوصل مره ثانيه لاسامه نبيه، اسامه نبيه وداخل عليه هادي خشبه، اللي هادي دلوقتي الليبرو بتاع خط الوسط ناحيه الشمال بيقفل لما تبقى الهجمه ناحيه الشمال، وناحيه اليمين برضه بيقفل وياخد ظهر علي ماهر. النادي الاهلي طبعا بيلعب بثلاثه مفيش شك، وثلاثه في نص الملعب واثنين في الهجوم. ادي كره اسامه عرابي، يضغط على اسامه وتوصل مره ثانيه لاسامه نبيه، محمد صبري يلعبها ورايه وصفاره اوفسايد، ضربه حره غير مباشره على طارق مصطفى، وطارق مصطفى على طول بيشاور وعلى طول طبعا اللعيب مش عايز اي حاجه تتحسب عليه مفيش شك، لكن اوفسايد واضحه جدا وضربه حره غير مباشره، والحكم الحقيقه عجبني قوي، مفيش شك ان هو مفيش غلطه بتهيالي يا كابتن احمد حاج دلوقتي، ربنا يستر. داخلين على نهايه الشوط الاول اعزائي المشاهدين، وبنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع، والتعادل السلبي قائم بين الفريقين، وصفر الحكم الايطالي روبرتو بنهايه الشوط الاول بين لقائي الاهلي والزمالك، والنتيجه التعادل بدون اهداف بين الفريقين. اعزائي المشاهدين مره اخرى واحداث الشوط الثاني، استراحه قصيره ثم نعود ونلتقي ان شاء الله. يعني سادتي احييكم من استاد القاهره الدولي، وداخلين على الدقيقه الثالثه من احداث الشوط الثاني، وما تزال النتيجه التعادل بدون اهداف بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. على طول اتلعبت الاوت، يخطف هادي خشبه لحسام حسن اللي بينزل تحت شويه عشان يهرب من رقابه سيد حنفي، فيليكس، اسامه عرابي، محمد عماره، كان عامل ذعر الشوط الاول محمد عماره، احمد فيليكس ابواجي، سمير كمونه متقدم ورا نص ملعبه بيكمل بيزيد في الهجمه شويه، علي ماهر واحمد عبد الله، يخطف علي انما تطول وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك.
النادي الاهلي عصام الحضري، سمير كمونه، عمرو الحديدي، محمد يوسف، محمد عماره، وكان احمد رجب اللي اتطرد في الدقيقه 19 من الشوط الاول، علي ماهر، هادي خشبه، اسامه عرابي كابتن فريق، فيليكس وحسام حسن. نادي الزمالك نادر السيد، يحيى نبيل، سيد حنفي، مدحت عبد الهادي برضه اتطرد مع احمد رجب في نفس الدقيقه، محمد القط، احمد عبد الله، اسامه نبيه، محمد السيد، طارق مصطفى، اكرم عبد المجيد ومحمد صبري. طاقم حكام من ايطاليا بقياده روبرتو بيتين ونيركو بريتسيوس وسابي سالفاتوري. الحكم الرابع الكابتن عبد التواب بيومي من مصر، والمراقب الكابتن عصام صيام. اتلعبت على طول رمي التماس عن طارق مصطفى، شفناش منه حاجه النهارده طارق الحقيقه. طارق بيلعب بيكمل شويه مع اكرم عبد المجيد او مع محمد صبري او مع احمد عبد الله، انما ثابت دلوقتي راس حربه واحد اللي هو اكرم عبد المجيد. اتلعبت على طول القط محمد صبري، اكتر لاعب الزمالك مجهود وفات وممكن عنده فرصه يلعب عرضيه، انما برافو يا كمونه. والركنيه الاولى في المباراه لنادي الزمالك. لما بيفوق محمد صبري وبيروح ناحيته المفضله الشمال بيعمل شغل كويس قوي زي محمد عماره في النادي الاهلي، انما واضح جدا ان محمد صبري بيكافح لوحده، وواضح ان عنده اصابه. محمد صبري وضربه ركنيه والشغل كله على القائم القريب، والحكم شايفه كده بيكلم طارق والحديدي. هتتلعب كده على القائم القريب، اتلعبت فعلا وراجع مين؟ علي ماهر وحسام حسن، وعلى طول الحكم جوه منطقه الجزاء مخلص المشكله بصفاره. الراجل حذر قبل الكوره، شاف شد وجذب، خلص المشكله بصفاره. ضربه حره مباشره لنادي الاهلي اللي بيلعب على يمينك في الشوط الثاني والزمالك على شمالك، وجمهور زاد بقى حوالي 65,000 متفرج، ولكنه صامت لسه لحد دلوقتي. الشباك ما اهتزتش هنا او هنا. واحده طويله من سمير كمونه، فيليكس وسيد حنفي، يكسب فيليكس وحسام والقط. مباريات جانبيه على طول بنشوفها، توصل لعمرو الحديدي يضغط عليه اكرم، توصل ورا مره ثانيه من القط ليحيى نبيل، محمد السيد، عاجبني محمد الحقيقه عامل ماتش كويس، محمد صبري، اسامه نبيه، محمد السيد، اسامه نبيه، واللمسه الواحده وكره طويله، وادي الرايه والصفاره، ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل اكرم عبد المجيد. لو لخصنا الشوط الاول نقول النص ساعه الاولى هاديه جدا، باستثناء فرصه في الدقيقه الاولى طارق مصطفى شاطها خبطت في كمونه. بعد كده اللعب كان هادي لحد الدقيقه 30 او 32 بدا الهجوم مره ثانيه. فيليكس وحلوه لعلي ماهر، علي وفات وبيرجع ورا مره ثانيه لهادي خشب انها مش معدوله، يعملها دبل كيك، وفيليكس لمسه الواحده لحسام، انما بدائيه على طول سيد حنفي، وهجمه مرتده للزمالك و3 على 3 واتعملت في اليمين، انما على طول محمد يوسف بخبره لعصام الحضري يلعب واحده مقطوعه في السكه لاكرم عبد المجيد، اتاخر شويه اكرم وحطها ورا لمحمد صبري، يقطع مره ثانيه اسامه عرابي. البطء بيفرق جدا، رتم السرعه او لما بستلم الكوره واروح اسرع، لو خدت الباك في ظهري ممكن تفرق قوي. ابراهيم يوسف باعتباره ليبرو، لو انت موجود هنا تعمل اولا يا كابتن احمد السرعه دي قدره فطريه، موهبه من عند ربنا، ولذلك لازم في انتقاء اللاعبين لابد ان يبقى سريع. وادي واحده طارق مصطفى، لكن على طول محمد يوسف لاسامه عرابي، اسامه عرابي، علي ماهر. الملعب على فكره مفتوح قوي وفي ثغرات كبيره جدا، العدد قليل، مفيش شك. وادي علي ماهر بيعمل واحده، وابتدت انطلاقات علي ماهر وجاله اسامه عرابي، ساب الناحيه الشمال وراح له ويساعده في الناحيه اليمين وهيعمل الاوفر، ويطلع نادر السيد الحقيقه عامل جيم كبير قوي لغايه دلوقتي، مش عايزين نحسده يا كابتن شوبير. وادي واحده كمان طارق مصطفى يضغط عليه على طول من محمد يوسف، توصل الكوره لحسام حسن، حسام حسن لهادي خشبه ناحيه الشمال كالعاده لمحمد عماره، محمد عماره واسامه نبيه يعملها محمد عماره حلوه، وعدت الكوره من احمد فيليكس ونادر ويخبطوا الاثنين في بعض، وان شاء الله يقوموا بالسلامه ومفيش اي حاجه. الكوره مفيش شك بتتعاد اهي قدام حضراتكم، ونادر خد قرار ما يقدرش يرجع، واحمد فيليكس ما يقصدش، عايز يلحق الكوره تعدي من الاثنين، لان الكوره مفيش شك انها اسرع من اللعيب، وان شاء الله يقوموا بالسلامه الاثنين.
انا حاسس كده انها خبطه جامده، دماغ احمد فيليكس بدون ما يقصد خبطت في نادر، وهيقوموا بالسلامه ان شاء الله الاثنين، والجهاز الطبي لكلا الفريقين نزل. وطبعا حضراتكم سامعين جمهور النادي الاهلي بيهيص لان وليد صلاح قام يسخن اهو قدام حضراتكم وليد، وان شاء الله ده احمد قام ونادر برضو قام. انا بقول لحضراتكم يعني المباراه لغايه دلوقتي انا شايف انها مباراه نظيفه، والاثنين بيلعبوا على الكوره، والاثنين اصدقاء، والاثنين حبايب زي بالظبط انا وشوبير كده قدام الميكروفون. نتمنى ان شاء الله ان الروح الرياضيه تسود انما الجماهير. بص الهجمه اللي فاتت محمد عماره فات كويس ورفع كويس في المكان الخطر، صحيح فيليكس حاول ونادر قفل، انما هي الجناب اللي ممكن تجيب له. مفيش شك طبعا، لان الاختراق الان من العمق بيبقى فيها صعوبه ومشكله. ضربه مرمى نادر السيد، طبعا ميزه ان حارس المرمى يشوط ضربات المرمى مفيش شك. وادي تتلعب سمير كمونه، ترجع مره ثانيه لهادي خشبه وش الجونه، فعلا يرجعها لسمير كمونه، هيرجع اسامه عرابي، يضغط عليه محمد السيد. محمد السيد بيلعب مع اسامه، وانا شايف الحقيقه الرقابه مش رجل لرجل كاسم، يعني مش محمد السيد مع اسامه، لا برافو، لا فعلا الرقابه مراكز او زي ما احنا بنقول بوزيشن. محمد يوسف، محمد السيد بيحضن على الكوره ومعاه حسام حسن، يرجعها لسيد حنفي، برضه حسام بيقاوح مش سايبهم، وفعلا حسام خدها ولعبها لاسامه وطلع كالعاده مكنه الاوفرات محمد عماره، ومن الشمال لليمين علي ماهر ومعاه احمد عبد الله، بيعدي علي وهيلعب بالعرض لكن يظبطها يحيى نبيل على لمسه واحده كده لمحمد القط. محمد صبري، واحده طويله لاكرم عبد المجيد، طارق مصطفى ومحمد يوسف، طارق ومحمد، ياخدها محمد ويلم كورته وماشي بيها وبيرجع مره ثانيه. وادي في فراغات كبيره، هادي خشبه بيستلم في وسط الملعب، وهادي وسيطره كده اهلاويه بقى لنا 3 4 دقائق علي ماهر هادي خشبه ومن رجل لرجل، وهادي وبيعمل معاه فاول على طول يحسبها الحكم ريبورتو، وادي انذار ادي انذار ليحيى نبيل. يبقى كده اعتقد ان هم متعادلين في الانذارات والطرد ايضا. والنتيجه ضربه حره مباشره نتيجه تعمد يحيى نبيل ان هو يمسك علي ماهر، يحسبها على طول الحكم الايطالي ريبورتو بينين، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي في حته حلوه قوي. لو انت بقى في الكوره دي وحارس مرمى نادي الزمالك يا احمد تاخد قرار ايه؟ طلع اللعيبه قدام شويه عند حدود نقطه الجزاء عشان اعرف اتحرك براحتي، واعتقد ده اللي عامله نادر. هنشوف. ونادر فعلا داخل هادي خشبه، والحكم بيبص ورافع هادي وكره خطر، واحمد فيليكس يسبق نادر السيد، ونادر السيد يشترك معاه ويطلعها احمد فيليكس فوق العارضه، ضربه مرمى لنادي الزمالك. برضه ارجع اقول الاوفر ملعوب حلو قوي، كره عرضيه، احمد فيليكس قطع قبل سيد حنفي كويس قوي، حطها، خرج نادر حظه كويس المره دي انها جت فوق العارضه عشان يضيع هدف اكيد للنادي الاهلي. انما يا كابتن السيطره اكتر للنادي الاهلي، واضح انه بادئ الشوط الثاني عايز يخلص في اول 15 20 دقيقه. هل الزمالك هيبقى تكتيكه انه يقفل شويه في ال 20 دقيقه دي ويعتمد على شبابه انه ممكن يكملوا المباراه اكتر؟ ده اللي هنشوف تفكير كرول واحمد ماهر في احداث الشوط الثاني. ودايما الجمهور ترمومتر الاداء في الملعب، جمهور النادي الاهلي طبعا حس ان فرقته مسيطره فابتدى يشجعهم. هنشوف. وادي نادي الزمالك، محمد السيد، يحيى نبيل، سيد حنفي، واحده طويله، طارق مصطفى بصدره كده على لمسه واحده توصل الكره لاكرم عبد المجيد اللي ابتدى يسقط عشان يهرب من الرقابه، لكن في برضه حته بطء. محمد السيد بيرجع كوره لسيد حنفي، ضغط عليه اسامه وخد ضربه او خد رميه تماس اسامه، تتلعب الكوره على طول. اسامه عرابي، محمد عماره، مفتاح لعب النادي الاهلي الناحيه من الناحيه الشمال، محمد عماره بيضغط عليه على طول وبياخد فاول بذكاء كده، مفيش شك انه بياخد فاول بذكاء. انا شايف بيسخن قدامي محمد رمضان زي ما النادي الاهلي ابتدى وليد صلاح الدين يعمل عمليه الاحماء، برضه محمد رمضان احد الاشبال الصاعدين الواعدين في نادي الزمالك.
وهنشوف كرول واحمد ماهر هيعملوا ايه بالنسبه لرمضان ووليد صلاح. وادي جمهور النادي الاهلي معايا، انت سامع يا كابتن احمد بيقول وليد طبعا، وليد نجم محبوب في النادي الاهلي وايضا للكره المصريه مفيش شك. لمسه جميله وليد صلاح. احمد عبد الله، محمد صبري، ورايح وطارق مصطفى وجول يا برافو يا عصام يا حضري، برافو يا عصام يا حضري، انقذ هدف اكيد لنادي الزمالك. محمد صبري الحقيقه عامل ماتش كبير قوي، رغم ان هو بيشتكي فعلا زي ما احنا سمعنا من اصابه وبيخرج يتعالج على فترات، انما عامل مباراه كبيره قوي لغايه دلوقتي. وبرافو يا عصام يا حضري. ضربه ركنيه رايح لها محمد صبري متخصص الضربات الثابته، يلعبها برجله الشمال. وادي صبري بيعملها وطالع على طول اكرم، لكن تعدي وتوصل لهادي يحضن على الكوره وياخد ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. بدأنا نقول برافو يا حضري من الدقيقة 14 من الشوط الثاني، انما في مفاتيح لعب في كل فرقة بالتأكيد. زي ما بنقول في محمد عمارة مع النادي الاهلي، بنقول في محمد صبري مع الزمالك، عملت حلوة قوي واللمسة الاحلى والطلعة والصدة الاحلى من عصام الحضري. توصل مرة ثانية لنادي الزمالك، محمد صبري على طول لمحمد السيد، احلى لطارق مصطفى، حطها لاسامه نبيه وعنده فرصه يعمل كره عرضيه تعمل خطوره. وبرافو يا عصام مرتين، برافو يا عصام يا حضري، وكان مرتين برافو يا نادر يا سيد، انما احلى في لعب وفي اداء وفي خطوره اهي. ادي اسامه نبيه فات كويس قوي وخد القرار وعمل عرضيه، انما عصام في الوقت المناسب يمسك على مرتين وينقذ كره خطر جدا من على رجل محمد صبري. متهيألي يا كابتن احمد لازم الاتحاد الدولي يفكر ان اللعيبه تقل عددها في الملعب، لان احنا مستمتعين قوي بالمباراه وفي مساحات وفي كره بتتلعب. فعلا من الدقيقه 30 من الشوط الاول اعتقد المباراه بقت فيها هجمه هنا وهجمه هنا، والكل في انتظار الهدف سواء الاحمر ام الابيض. يا ترى صاحب الهدف 160 هيكون مين النهارده؟ مين هيبقى صاحب الفوز النهارده؟ ده اللي هتقوله احداث ال 30 دقيقه اللي هنشوفهم مع حضراتكم. ضربه حره مباشره لعصام الحضري. زي ما قلت لكم قبل المباراه هيكون في تنافس ما بين الحضري وما بين نادر، والاثنين الحقيقه عاملين ماتش كويس لحد دلوقتي. هادي خشبه راح ناحيته المفضله اليمين، انما ضغط عليه محمد صبري، راجل راجع ورا وقدام وبيكمل مع فرقته الحقيقه. لاحمد عبد الله، لمسه الواحده لاكرم، انما على طول مقطوعه في السكه من سمير كمونه. سمير وياخد فاول على محمد السيد. محمد السيد دوره في نادي الزمالك تقريبا زي دور اسامه عرابي في النادي الاهلي من الناحيه الدفاعيه. اسامه، محمد عماره عايز يفوت انما يضغط عليه اسامه نبيل اللي التزم اكتر بالناحيه الدفاعيه. فيليكس، اسامه عرابي هيلعبها لحسام، حسام فات كويس ولعبها عرضيه وطالع نادر، انما ما يطمنش محمد القط تلعب واحده طويله ويضغط محمد يوسف وياخد فاول، تبقى ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. كالعاده ناحيه الشمال محمد عماره وعرضيه وحلوه، وبرافو يا احمد يا عبد الله في الوقت المناسب، انما برافو يا علي ماهر مكمل ومتابع الهجمه وعرضيه ونادر وتقع لاول مره المره دي، انما بينقذ الموقف على طول مره ثانيه باشتراكه مع فيليكس، وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك. بدأنا نشوف لما علي ماهر بيروح ناحيه اليمين بيعمل شغل كويس قوي، عماره اصلا عامل شغل كويس. محمد صبري بيطرف ناحيه الشمال او بيخش على جوه، رفع كورتين خطر، واحده اسامه نبيه برضه عملها من ناحيه اليمين. عامه الشوط الثاني بادي احلى، وفاول على محمد يوسف لصالح طارق مصطفى، ما بيفوتش لا صغيره ولا كبيره الحكم الايطالي. اخر على فكره اول حكم اجنبي حكم لقاء الاهلي والزمالك كان ماكميلان، وده كان مدرس لغه انجليزيه كان مقيم في مصر، وده كان سنه 56. بدات الحكام الاجانب دي كان في اللقاء 12 مارس 56. اخر حكم مصري حكم لقاءات القمه كان جمال الغندور، انتهت 0-0. اخر حكم اجنبي قبل ده كان الاسباني خوسيه فالريديك، وده ليه موقف لان الاول مره في لقاءات القمه تحسب ضربتين جزاء على فريق واحد.
كانوا على فريق الزمالك، والاهلي فاز 3-1. توصل الكوره لمحمد السيد، عايز يفوت وحطها حلوه لاحمد عبد الله، ورايه وصفاره على طول. طارق مصطفى كل مره واقع في مصيده التسلل وياخد الاوفسايد ويشاور بيشكر ربنا. طب ما انت اوفسايد يا طارق، هيعمل لك ايه الراجل؟ لعبت على طول سمير كمونه، عايز يعدي وعامل هجمه من ناحيه اليمين. كمونه سريع وعرضيه، انما على طول محمد القط. اسامه عرابي على طول بيفضل الشمال عند محمد عماره، وعماره بيفوت كويس قوي وممكن يلعب بيمينه المره دي. ما سابوش محمد السيد اللي بيأدي الدور الدفاعي كأحسن ما يكون. وادي الهجمه المرتده، انما برافو يا هادي يا خشب، برافو يا هادي يا خشب. صح، توقيت صح، ولاعب على الكره الراجل بدون اذيه، وياخد اوت نادي الزمالك. على فكره يا شوبير الجيلين متعادلين برضه، يعني جيل التسعينات وايضا جيل الثمانينات الكفتين متساويتين. النادي الاهلي في الثمانينات فاز 5 مرات، والزمالك فاز 5 مرات وتعادل في 10 لقاءات، وبرضه في التسعينات كل فريق فاز 5 لقاءات وتعادل في 5 لقاءات، لان لسه التسعينات ما خلصتش، ما فيش شك طبعا. وادي الكوره اتلعبت على طول وتوصل لمحمد عماره. محمد عماره، اسامه عرابي تخبط فيه وترجع طارق مصطفى. طارق مع الكوره وبيلعبها ناحيه اليمين، وادي تغطيه من محمد يوسف وبيرجع، ما يقدرش يمسك عصام الحضري، يبصيها لسمير كمونه. طبعا الحارس ما يقدرش يمسك الكوره والا تبقى ضربه حره غير مباشره عليه جوه ال 18. طبعا لاعبتنا فاهمه وحضراتكم برضو فاهمين معانا كوره وفاهمين القانون كويس. وادي طارق مصطفى وبيلعبها ورايه وصفار تسلل، وطارق مصطفى واكرم عبد المجيد اتعادوا من بعض. برضه بيشوح، ومفيش شك ان اللعيب طبعا عايز كل كره لمصلحته، لكن الحكم الحقيقه هو والمساعدين عاملين شغل كويس قوي لغايه دلوقتي. وايضا الفريقين بامانه شديده بيلعبوا كره جميله، يمكن بقالنا فتره طويله ما استمتعناش بلقاء جميل. وادي واحده من ناحيه اليمين عمرو الحديدي ماشي علي ماهر وداخل جوه ال 18 وهيلعب بالعرض، يتزحلق على طول محمد القط وياخد الكوره. محمد صبري راجع الحقيقه قايم بدوره الدفاعي والهجومي، وفاول يحسبها الحكم فاول لصالح نادي الزمالك، ما بيسيبش حاجه خالص روبرتو. وادي تغيير الاول لنادي الزمالك، شايف هيجري عمليه التغيير. طبعا اكرم عبد المجيد واحمد شوبير قال لي ان اكرم الحقيقه النهارده مش موفق، وانا شايف ان محمد رمضان اسرع، وكرول سمعنا احنا الاثنين مفيش شك ونزل محمد رمضان. هنشوف محمد رمضان في الدقيقه 20 نزل بدل من اكرم عبد المجيد في الشوط الثاني، وهنشوف فكر كرول. وادي كرول مفيش شك كرول النادي الاهلي النهارده مع نادي الزمالك عليه ضغط عصبي، مفيش شك طبعا، ولذلك كرول قام وسلم عليه. محمد صبري واحده طويله وماشي احمد عبد الله، وخطر يطلعها. برافو يا عصام يا حضري. توصل هجمه مرتده احمد فيليكس ومعاه سيد حنفي. احمد فيليكس بيلم الكوره، احمد فيليكس وطالع له من ناحيه اليمين، ما ادالوش علي ماهر ويضغط على احمد فيليكس وياخدها محمد السيد اللي عامل مباراه كبيره قوي الحقيقه لغايه دلوقتي. لطارق مصطفى اللي ابتدى يتالق في الشوط الثاني، تتلعب ناحيه اليمين لاسامه نبيه بيلعب اي حاجه. عمرو الحديدي خلاص غير 3-5-2 بقى يلعب. طبعا ما بقاش 3-5-2 بعد طرد احمد رجب، لان في عدد واحد قليل اصلا في الملعب، فبيلعب دلوقتي ب 4 مدافعين، وبيلعب ب3 في نص الملعب و2 مهاجمين او 3 مهاجمين، كان بيقلل نص الملعب وبيزود وليد تحت احمد فيليكس وحسام حسن عشان يزود شويه الناحيه الهجوميه. محمد عماره وعلي ماهر واحمد عبد الله. احمد عبد الله ملتزم قوي بعلي ماهر، فمأثره على اداء واجباته الهجوميه، لان علي ماهر بدا يزيد اكتر من بدايه الشوط الثاني. واحده سمير كمونه، محمد يوسف. ادي النادي الاهلي كله في نص ملعب نادي الزمالك بيدور قوي وبشده احمد ماهر على ال3 نقط، وبيسخن برضو ورا احمد عبد المنعم ورضا عبد العال. والدقيقه 30 والتعادل. ده احمد رجب ومدحت عبد الهادي، يعني هما الاثنين اصحاب دلوقتي وفي الملعب اتطردوا، يعني بتبقى عصبيه ملعب، نرجو انها ما تتكررش، بتاثر جدا على اداء وعلى نتيجه
الفرق خصوصا في المباريات الهامه زي الاهلي والزمالك والمباريات الدوليه. نادر السيد يلعب واحده طويله، احمد عبد الله وكمونه، يكسب كمونه، انما محمد القط وطويله وكالعاده اشاره محمد رمضان استلم مكان التسلل مكان اكرم عبد المجيد وطارق مصطفى. النادي الاهلي واضح جدا من الدقيقه 20 من الشوط الثاني ابراهيم يوسف يوافقني انه بدا بيدور احمد ماهر على الثلاث نقط، بتغييره لوليد صلاح الدين بدا يزيد قوي سمير كمونه ومحمد يوسف، وادي تاكيدا لكلامي رضا عبد العال هينزل هو كمان، يبقى احمد ماهر بيقول اذا كان هو هولندي فانا برضو مصري وعايز اخد الثلاث نقط. احمد ماهر خبره كبيره وكرول اسم كبير جدا في عالم كرة القدم. هو مفيش شك طبعا ان كل فريق طبعا عايز ياخد 3 نقط، لكن بيبان في الملعب من تكتيك المدربين. انا شايف ان مستر كرول عايز الفترة دي ان هو يحتفظ بالكوره وما يجيش فيه، واحمد ماهر برضو بيفكر نفس التفكير اللي انت قلته يا شوبير، ان هو بيحاول ان هو ينزل ويدعم الهجوم عشان يبقى فيه سيطره، بيلعب اكتر على المرتد كرول. ادي واحده لهادي خشبه وفات حطها لوليد صلاح الدين، توأم على فكره وليد وهادي في الكوره، هم اصدقاء داخل وخارج الملعب. توصل لاحمد عبد الله وسمير كمونه، يكسب سمير، توصل لمحمد السيد، يضغط عليه حسام حسن، وتبقى رمي التماس لنادي الاهلي. هيلعب سمير كمونه، وادي كرول الحقيقه الراجل عايز يعمل التغيير الثاني، شايف محمد كمونه بيسخن، ممكن ياخد فرصه كمونه برضو تغيير في سنه شويه، حرص دفاعي، انما الكوره ما تعرف لهاش كبير والنتيجه بتتغير في ثانيه. سمير كمونه واحده جوه المنطقه، فيليكس المزعج والمتعب، انما سيد حنفي مش سايبه، وحسام حسن وفاول على حسام حسن، وادي استهلاك للوقت بذكاء كده من محمد القط. مباراه صعبه طبعا بالتاكيد، لعيبه كتير بتشارك لاول مره زي ما قلت لحضراتكم، كان محمد القط واكرم عبد المجيد ومحمد السيد، والنادي الاهلي محمد عماره اول مره بيشاركوا النهارده. طبعا لعبوا وادي رضا عبد العال وعلي ماهر برضه كده. علي ماهر كان شارك في الدقائق الاخيره في مباراه الاهلي والزمالك في نهايه الدوري اللي كسب النادي الاهلي 3-1، كانت مشاركه شرفيه، انما دي اول مباراه يشارك فيها من بدايتها علي ماهر. بالمناسبه علي ماهر هو هداف الدوري. وادي التغيير الثاني لنادي الزمالك، طلع احمد عبد الله ونزل محمد كمونه. اول مره نشوف محمد كمونه ناحيه الشمال، ممكن يغير في التكتيك جوه الملعب. هجمه للزمالك تطول من طارق مصطفى وتبقى ضربه مرمى لنادي الاهلي. انما الحقيقه طارق مصطفى اعتقد ان كانت بداياته اقوى بكتير مع نادي الزمالك مع المنتخب القومي، وممكن يستعيد فورمته تاني بالتاكيد في اسباب معينه. وادي واحده لعلي ماهر وناحيته المفضله ناحيه اليمين وعلى حدود المنطقه وعرضيه، انما فيليكس لوحده لانه حسام كان بيساعد تحت، وبيفوت على طول اسامه نبيه، ويبدا هجمه للزمالك. طارق مصطفى ورايح له محمد صبري ومغطي محمد يوسف، صبري ويوسف، يكسب يوسف، انما هجمه هنا وهجمه هنا. محمد يوسف على مهله، ضغط عليه طارق مصطفى ورجع لعصام الحضري. يعني انا مش شايف الحقيقه داعي كتير للترجيع لحارس المرمى، لو تتلعب طويله تبقى احسن. انما يبدا هادي هجمه، اسامه عرابي، علي ماهر، خلاص علي خد الناحيه الهجوميه اكتر في الشوط الثاني، بدانا نقول علي ماهر بعد ما كنا بنقول محمد عماره على طول، بدات الناحيه اليمين النادي الاهلي تشتغل. ادي عماره والبحث جاري عن هدف احمر او ابيض. محمد عماره لعبها جوه المنطقه، سيد حنفي توصل لمحمد صبري، بيمسك صبري الكرة، يبدا هجمه مرتده سريعه على نادي الزمالك. ادي المره دي في اليمين ما بين طارق وسمير كمونه، عندنا 2 كمونه دلوقتي، سمير كمونه في النادي الاهلي ومحمد كمونه في نادي الزمالك. محمد يوسف، واضح يا كابتن ابراهيم ان في تعب شويه حل على الفريقين. ما فيش شك طبعا 10 افراد كل فريق، ففي جهد لان المساحات هي في الملعب، بتلعب على طول وتوصل، يقطعها محمد القط. محمد القط بيعدي من واحد واثنين ويلعبها لمحمد السيد. محمد
لطارق مصطفى. المحطه في نص الملعب لنادي الزمالك، كل كوره بيلعبها ناحيه الشمال على طول لمحمد كمونه، واول لمسه لكمونه. كمونه داخل عليه واتضغط عليه واتاخدت، لكن توصل لمحمد السيد مره ثانيه. محمد يلعبها لطارق مصطفى. طارق مصطفى اسامه نبيه يلحق الكوره ومع محمد عماره. اسامه بيحضن على الكوره وعايز يعدي، لكن محمد قافل له الزاويه، وفي رايه وصفاره من ريبيرتو الايطالي. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي، وادي التغيير الثاني للنادي الاهلي. رضا عبد العال هينزل بعد ما نزل وليد صلاح الدين. ايضا نادي الزمالك عمل تغييرين، نزل محمد كمونه وايضا محمد رمضان، وادي احمد فيليكس. خرج احمد فيليكس. على فكره احمد فيليكس وكوارشي الغانيين الاثنين احرزوا اهداف في الاهلي والزمالك، برضه دي صدفه والاحصائيات لا تكذب زي ما بيقولوا. هتوصل الكوره لسمير كمونه. اسامه عرابي في وسط الملعب، وفي حرص كده من نادي الزمالك وهجوم من النادي الاهلي. وليد صلاح، وليد بيعدي محمد السيد وعايز يخش طبعا جوه ال 18. الحته المفضله عند وليد تتلعب ناحيه الشمال لمحمد عماره. محمد عماره من اي حته بيرفع، لكن المره دي اسامه نبيه بيقفل عليه، وتوصل الكره لاسامه ولمسه يد على اسامه نبيه وضربه حره مباشره. وادي الحكم بيشاور ويقول لاسامه: يا اسامه جت في ايدك ومتعمد. وداخلين في الدقيقه 38 من زمن الشوط الثاني اعزائي المشاهدين، والتعادل السلبي قائم بين الفريقين. وانا شايف محمد شرف رقم 19 هيغير وبيجري عمليات الاحماء، يبقى ده هيبقى التغيير الثالث للنادي الاهلي. محمد شرف احد الوجوه الصاعده الوحيده في النادي الاهلي وبيلعب ليبرو. هنشوف احمد ماهر هيلعبه فين. وادي رضا عبد العال، واول لمسه لرضا وجنبه محمد عماره، ونادر السيد واقف بيظبط الحيطه من اثنين. محمد السيد وطارق مصطفى واقفين الاثنين. والتغيير الثالث واسامه عرابي. والله مجهود يشكر يا اسامه الحقيقه، رغم ان هو اكبر اللاعبين سنا، انما الحقيقه مجهود وافر واخلاقيات على مستوى عالي، وده المهم. كل لعيبه الاهلي والزمالك صحاب وحبايب. محمد شرف مكان اسامه عرابي في الدقيقه 38. وادي رضا عبد العال وخطر وكره ملعوبه على العارضه البعيده، لكن ينط سمير كمونه ويلعبها كده فلوكي اون زي ما احنا بنقول، او بسقف دماغه تعدي من فوق اهو حضراتكم. وادي سمير وبيعملها، لا ده قاصد يعملها لوب من فوق نادر، ونادر بص لها بعينيه وحمد ربنا انها لمسه ماتش الرجاء البيضاوي ولمسه ماتش غانا. مفيش شك ان سمير كمونه شويه فوق العرض. الحقيقه نادر عامل ماتش كبير قوي هو وعصام الحقيقه. الكره مع النادي الاهلي تتخطف تروح نادي الزمالك. محمد صبري ترمومتر اداء نادي الزمالك، وهيلعبها محمد صبري ناحيه الشمال، توصل على طول لمحمد القط لمحمد كمونه للقط مره ثانيه، وتخبط في حسام حسن اللي ضغط عليه، لكن سيد حنفي وتخبط مره ثانيه في حسام. على فكره حسام مشاكس قوي ومكافح ومناضل، وعشان كده هو حسام حسن مفيش شك. توصل الكوره لمحمد صبري. محمد صبري بيبصم دلوقتي على كل كوره لنادي الزمالك ناحيه الشمال لكمونه مش عدلته برضه، لانه متعودين دايما ان محمد كمونه بيعدي بشكل حلو قوي من واحد والتاني وبيغير اللعب ناحيه اليمين. توصل لمحمد السيد اللي عامل مجهود كبير قوي في نص ملعب نادي الزمالك، لاسامه نبيه اللي المهمه الحقيقه صعبت عليه قوي بخروج مدحت عبد الهادي بعد الطرد. مفيش شك طبعا ان اسامه نبيه كان يجد معاونه من محمد السيد ومدحت عبد الهادي في ساعه الدفاع. دلوقتي مدحت خرج. توصل الكره مره ثانيه للنادي الاهلي. علي ماهر، رضا عبد العال برضه رضا عبد العال من اللعيبه اللي لعبت في الاهلي والزمالك. وادي كوره من ناحيه اليمين وبيعدي وليد صلاح وبيلعبها بالعرض، خطر لو بص كان فاضي علي ماهر وبيشاور له علي ماهر، لكن وليد كان مضغوط عليه فما بصش لعلي ماهر ولعبها تعدي وتوصل مره ثانيه لنادي الزمالك. وداخلين في الدقائق الحرجه جدا، اخر 5 دقائق من زمن الشوط الثاني والمباراه اعزائي المشاهدين. وادي كوره ومش اوفسايد وانفراد وطارق مصطفى هيجيب جون، هيجيب يا برافو يا عصام يا حضري. في كوره مش معقوله لطارق مصطفى، كان يقدر يجيب جون سهل قوي اهي بتتعاد قدام حضراتكم
طارق مصطفى وقف النادي الاهلي خط الدفاع على انه اوفسايد وما كانش وبيرقص، ومحمد شرف وبيعملها، وادي هجمه مره ثانيه للنادي الاهلي وحسام حسن، وابتدت المباراه تشتعل وسخونه، وده واضح جدا من تعليقي. وكره توصل مره ثانيه لمحمد رمضان، ومحمد رمضان يلعبها لمحمد صبري، يزحلق محمد شرف، توصل مره ثانيه لمحمد صبري وصفاره، وواقع في الارض طارق مصطفى بعد الفرصه الاكيده اللي انقذها. ما اقدرش اقول انه ضيعها صبري قد ما اقول انقذها عصام الحضري. هو طارق الحقيقه برضه اتاخر فيها جدا، وزي ما قلنا من البدايه ان التصرف داخل منطقه الجزاء او على حدود منطقه الجزاء محتاج مهاره ومحتاج سرعه معينه. طارق اتاخر قوي فقفل عليه عصام الحضري، لما اتحطت ضعيفه في ايد عصام عشان تضيع اخطر واغلى واهم فرصه للزمالك في الدقيقه كام؟ الدقيقه 41 من الشوط الثاني. بس احنا مستمتعين يا كابتن. الشوط الثاني الحقيقه عاجبني، في هجمه هنا وهجمه هنا، واقع طارق مصطفى ان شاء الله يقوم بالسلامه، وجنبه الحكم مش سايبه، والحكم عمل ايقاف عشان طارق مصطفى يقوم بالسلامه. انما احمد ماهر او الكابتن احمد ماهر المدير الفني للنادي الاهلي في ثاني اختبار ليه، كانت اول مباراه النادي الاهلي والاتحاد وكسب 3-0. النهارده ادي جمهور الزمالك بدا يقول زمالك، جمهور الاهلي بدا يقول اهلي، وجمهور الاهلي اكتر شويه. حاله فرقته المفروض كانت افضل الفتره الاخيره، الزمالك كان قلقان شويه الجمهور، انما الحقيقه مستمتعين بمباراه طيبه من الفرقتين، وسلوك الجماهير والسلوك اكتر من ممتاز. يعني ربنا يسهل لحد النهايه تطلع كده. بقول لك كابتن احمد ماهر حط وليد صلاح الدين راس حربه جنب حسام حسن بتغييره ل عمرو الحديدي، ونزل رضا عبد العال على اساس ان رضا يزود شويه الناحيه الهجوميه، لانه بينقل الملعب بسهوله جدا من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه، فبدا يزود عن طريق وليد لما طلع فيليكس، وعلى اساس علي ماهر بقى يسقط تحت شويه ويشتغل بشكل اكبر شويه في الناحيه الهجوميه، وساب ناحيه اليمين لهادي خشبه، وامن نص الملعب بمحمد شرف. يعني حط محمد شرف لعيب وسط مدافع، هادي خشبه بقى يكمل من ناحيه اليمين عشان يستفيد شويه من تواجد علي ماهر تحت الاثنين راسين الحربه اللي هم احمد فيليكس. خرج بقى وليد صلاح وحسام حسن. نزل 16 من نادي الزمالك سامح اسماعيل، ده على فكره من الكابتن ابراهيم بيشاور لي بيقول لي ابني هو كان مدربه في نادي الزمالك، وبيقول لي انه لعيبه كويسين قوي، هو وسيد حنفي وايمن عبد العزيز، وهي دي سنه الحياه طبعا. ادي تاني محمد صبري وياخد فاول، والدقائق الاخيره الحرجه في اللقاء داخلين على الدقيقتين 3 الاخيره، والتعادل ما زال قائما بين الاهلي والزمالك، بين نادر السيد وعصام الحضري. ويا ترى هيقدر حد يهز الشباك في الدقيقتين الاخرانيين؟ هنشوف. اتعملت على طول لأسامة نبيه، محمد صبري واللمسه الحلوه، يرجع ورا مره ثانيه لسامح اسماعيل، اول كوره ورا لمحمد صبري، الراجل يعني معاه معاه الختم بتاع هجمات نادي الزمالك، لازم ياخدها ويمضي عليها زي ما حضراتكم شايفين، وياخد فاول، ياخد كورنر، ياخد اوت. انما بيعمل حاجه محمد صبري الحقيقه، كان جاب جون جميل قوي في البطوله الافرو اسيويه نادي يوهانج الكوري، وحصل بيه الزمالك على البطوله. وابراهيم يوسف عايز يقول لي كان جاب جون فيا فعلا قبل كده اما كسب نادي الزمالك 2-0، القذيفه مدويه. محمد صبري ضربه حره مباشره لنادي الزمالك، صبري هيلعب جوه المنطقه، بيفكر يشوط من هنا، اظن المسافه بعيده قوي، لعبها فعلا عند محمد السيد واتقطعت ووصلت له وبيشوط، انما المره دي ضربه مرمى للنادي الاهلي. المباراه تلفظ انفاسها الاخيره، والتعادل ما زال قائما بدون اهداف بين قطبي الكره المصريه، النادي الاهلي ونادي الزمالك. اكتر ناس سعاده بالتعادل الناس بتوع الامن، هيبقوا فرحانين، هيناموا ويفرحوا ويستريحوا النهارده. محمد يوسف يلعب واحده طويله، وليد صلاح في السكه على طول يقطع محمد كمونه، واحده طويله محمد يوسف
لسمير كمونة، وبدأنا رسميا في الوقت بدل الضايع، وما صدق روبرتو بنين وأنهى اللقاء في الدقيقة 45 بالتمام والكمال، والنتيجة التعادل بدون أهداف بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، ليرتفع رصيد النادي الأهلي إلى 23 نقطة ورصيد نادي الزمالك إلى 19 نقطة. مبروك لنادي الأهلي، مبروك لنادي الزمالك، مبروك الروح الرياضية الجميلة اللي شفناها النهاردة. وأترك الميكروفون للزميل إبراهيم يوسف. الحقيقة ألف مبروك للكرة المصرية هذا السلوك الرائع.